طلاب الجامعات بيتظاهروا النهارده امام دار القضاء العالي، والسبب الافراج عن زملائهم المحبوسين. الخبر بيقول انه في عدد من الاتحادات والحركات الطلابيه بجامعات القاهره وعين شمس وحلوان بتنظم وقفه احتجاجيه امام دار القضاء العالي للمطالبه بالافراج عن الطلاب المحبوسين تحت عنوان الحريه للطلاب. ومن ضمن الكيانات اللي اعلنت مشاركتها في الوقفه اتحاد طلاب كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه بجامعه القاهره، اتحاد طلاب هندسه عين شمس، اتحاد طلاب جامعه حلوان، حركه طلاب الحريه، حركه طلاب مصر القويه، طلاب التيار الشعبي، طلاب حركه 6 ابريل، طلاب حركه مقاومه، طلاب حزب الدستور، الجبهه الثوريه، وهندسه شبرا. عدد كبير الحقيقه من الحركات الطلابيه. معانا دلوقتي على الهاتف الأستاذ محمد أحمد، عضو اتحاد طلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالقاهرة. أستاذ محمد، هل المطالب كلها بتتلخص في الإفراج عن زملائكم المحبوسين ولا في مطالب أخرى؟ أهلا وسهلا. هو يعني بشكل عام اللي احنا بنتكلم عنه إن الدولة الآن بتتخذ ضد الطلاب، هو يعني بتختار خيار العنف دائما ضد الطلاب. طبعا النهارده نزولنا الأساسي، وهو اللي عايز أقوله إن هو ده التحرك الأول لينا في خروجنا بره سور الجامعة. قضيتنا طبعا علشان الطلاب المعتقلين اللي كان في وعود لما قعد اتحاد طلاب مصر مع وزير الداخلية طبعا إن مع الطلاب المعتقلين إن هم يخرجوا. وإن بمعنى إيه معتقلين؟ هم يعني تم يعني القبض عليهم؟ تم القبض عليهم، يعني مقبوض عليهم. مقبوض عليهم بالظبط. اكثر من 500 طالب الان في السجون. ال 500 طالب دول موجهه اليهم تهم ليست لها علاقه بالواقع، موجهه الى طالب عمره 18 سنه واقل من كده، تهمه تفجير مدرعات.